صباح الفل على كل الناس اللي بتتابعني وكل الناس اللي بتشوفني اول مره. النهارده صحيت الصبح قررت احضر لانش بوكس، وقلت احضره معاكم واقول لكم ايه اهم حاجه لازم تبقى موجوده في اللانش بوكس. اللانش بوكس بتاعنا اهوت تمام. اهم حاجه لازم تبقى موجوده فيه اساسي هنا في المدرسه الفاكهه والخضار تمام. فهنا بحط عنب اهوت، وهنا بحط خيار لانه بيشوفوا ان الحاجات ديت مهمه للاطفال، فلازم اساسا نحط الفاكهه ونحط الخضار تمام. وكمان عندنا بياخدوا معاهم تفاح وصوفي او اي نوع فاكهه هما بيحبوه. ماشي، هما النهارده قرروا ايه؟ النهارده قرروا ياكلوا جبنه، فانا هعمل معاكم الجبنه واعملها في السندوتشات. انا مبسوطه اني معاكم واتمنى يكون اللي انا بقدمه بيعجبكم، ولو عجبكم فيديوهاتي يا ريت تشتركوا على القناه يوميات دودي في النرويج عشان لسه عندنا يوميات اكتر وحاجات حلوه اكتر. ويا رب ينول اعجابكم يا رب الحاجات اللي انا بعملها. وكل الناس اللي بتشجعني بشكركم، كل الناس اللي اشتركت في القناه بشكركم. اهو بهرس الجبنه كده تمام. محتاجه شويه زيت، بزود شويه زيت. ده العيش بقى اللي انا بستعمله، هما بيحبوا العيش اللي هو الاسمر مش اللي هو الفينو الابيض، بيبقى احلى في الطعم في السندوتشات. اهو فتح كده. انا اعمل لكم اللانش بوكس عشان تشوفوا كمان الجو عندنا الصبح بدري كده، شايفينه؟ بس انا كده الجبنه بقت جاهزه عندي اهوت. بمسك العيش افتحه وابدا احط فيه الايه الجبنه. كده خلصت الساندوتش. هوريكم بقى شكل البوكس كامل. اهو البوكس بيبقى بالمنظر ده كده اهو، بيبقى فيه الساندوتشات والفاكهه والخضار، وكمان بناخد الفاكهه والخضار ده معاهم، الفاكهه ديت وده او اي نوع فاكهه بيحبوه بس مع ميه وخلاص. كده اللانش بوكس بيكون جاهز كله تمام. صباح الورد عليكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه يوميات دودي في النرويج. وان شاء الله عندنا جديد كتير ويوميات حلوه كتير. صباح العسل عليكم واشوفكم على خير ان شاء الله يا رب. دمتم سالمين وفي احسن حال. مع السلامه.